السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة هعمل معاكم كبدة العربية ولا اجدعها عربية كبدة. يلا بقى بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا اول حاجة معايا هنا نص كيلو من الكبدة، ومعايا هنا معلقة توم صغيرة ومعلقتين من هريسة الشطة الحمراء اللي كنت عاملاهم معاكم قبل كده. تمام. طبعا انتي لو مش عايزاها سبايسي ممكن تستغني عنها خالص. فضيها كده كلها كده. طبعا يا جماعه الكبده دي مش بتتغسل علشان ما تبقاش زفره. تمام. تمام. قلبت بقى كويس قوي التوم وهرسة الشطه الحمراء. معايا بقى هنا ليمونه ونص عشان الليمون ده صغير، ومعايا نص معلقه بصل باودر وتوم باودر ونص معلقه من الملح ونص معلقه من الكمون. تمام. هحطهم بقى على الكبده. هقلبها بقى كويس قوي وهرجع لكم تاني. حطيتها في بوله اكبر لان الطبق مش مكفي. تمام. هعصر عليها الليمون بقى، ليمونه ونص زي ما قلت لكم عشان بس الليمون صغير. عصرت الليمون. هقلبها بقى كويس. وفي طاسه على النار فيها 3 معالق زيت كبار او 4 معالق زيت كبار. تمام. وهشغل النار على الطاسه. الزيت هيسخن هنزل بالكبده على طول. يلا بينا. اهو في طاسه على النار زي ما قلت لكم والزيت سخن معايا، رحت حاطه الكبده. هفضل اقلبها كويس بقى قوي. اهي الكبده اهي. تمام. لسه بقى اول ما تبدا كده تدي لونها على بني شويه هطفي عليها. اهي بجد ريحتها فظيعه جباره جميله جدا. لسه شويه برضو هسيبها شويه وبعد كده هطفي عليها. اهي الكبده كده خلاص استوت. يلا بقى ابدا اعملها سندوتشات. بس كده خلاص عملتها سندوتشات زي ما انتم شايفين كده. قطعت عليها ليمون وقدمت معاها طبعا كوبايه فيروز. شايفين؟ جميله منظرها تحفه وطعمها جميل جدا. بجد بجد احلى طبعا من بتاعه الشارع، ان احنا اللي عاملينها بايدينا ونضيفه. وقد ايه ضامنين ان هي نضيفه. طعمها جميل جدا بجد مفيش احلى من كده. يا رب بقى طريقتي النهارده تعجبكم في الكبده ولا اجدعها عربيه كبده. جربوها وقولوا لي ايه رايكم طبعا في الكومنتات تحت. واي حاجه عايزيني اعملها لكم حطوها تحت في الكومنتات. ويا رب يا رب يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ويا رب كنتوا تكونوا استفدتوا، ويا رب اقدر افيدكم كمان وكمان. إيه لو بقى الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم.